السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي معانا النهاردة ده بيسموه كلاكاتا جولد. جولد يعني العرق بتاعه المفروض يكون ذهبي، ولكن هو في الحقيقة العرق مش جولد أو مش ذهبي، ولكن العرق بتاعه أورنج. هنشوفه دلوقتي طبعا لما نقرب الكاميرا عليه بعد ما نركب. فحبيت اوضح النقطة دي لان في حاجات تانية بيبقى العرق بتاعها جولد ذهبي فعلا، ولكن اللون اللي موجود منها في مصر بيكون مش درجة اولى، بيكون درجة تانية اللي بتتخربش وتبقع. ولكن اللي معانا النهاردة دي خامة صلبة جدا، ما بتتخربش من السكاكين ومش بتبقع. جربنا عليها القهوة والشاي والكركم والليمون والخل، وحطينا عليها تنر وحطينا عليها مية نار. هنحاول نعرض الفيديوهات دي موجودة في القناة، وهنحاول برضو نحط فيديو منهم هنا على الشاشة مصغر كده شوية واحنا بنعمل التجربة دي عليها. الخامة دي الحقيقة أنا يعني أول مرة أشتغل من اللون ده، لأن هو كان ناقص في مصر، يعني كان خلص قبل كده من حوالي سنة تقريبا، وكان وصل المتر بتاعه 9000 جنيه توريد وتركيب. حاليا في حد جاب كمية، وبرضه ما كمية مش كبيرة، ولكن هو كان منزلها بسعر منخفض شوية. فأنا عامل الشغل ده حاليا ب7000 المتر مربع توريد وتركيب. طبعا كل وقت من الأوقات بيبقى ليه سعر مختلف. يعني مثلا اللي جايب الكمية دي خلاص على وشك ان هي تخلص من عنده، لان السحب عليها عالي باعتبار ان هي اصلا كانت خلصانة وهو جاب كمية تاني. فلما بتخلص بيبدأ يزيد السعر، لان بيكون حد مثلا عنده 3-4 طاولات، فبيعلي السعر بتاعهم لدرجة ان ممكن يزود في المتر 1000 و1500 جنيه عم الحاج في متر الطاولات. تعالى بقى هنا علشان تقول لنا ايه رأيك، بما انك واقف على راس الشغل من الصبح. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. التشطيب، الله ينور. المواعيد، طيب مواعيدك 10 على 10. يعني طيب تمام. الله يصلح حالك ويرزقك. عم الحاج اي ملحوظه كلموني. يعني دايما المطبخ بيريح من هنا، ده خشب بيريح والرجول بلاستيك بتريح، بتعمل فاصل هنا لان دي ملزوقه في الحيط، دي ما بتريحش. تمام ماشي. ملزوقه في الحيط بسيليكون عظم قوي جدا. فلو ده بعد فتره ريح 2-3 وحصل فاصل هنا تكلموني، باجي بعمل الفاصل بسدده تاني. تمام. ده الحوض من تحت، قرب على الحوض كده. ده الحوض من تحت قوي جدا، مفيش منه اي خوف خالص، وراكب على الخشب من هنا ومن هنا ومن هنا، في شرايط رخام. عم عاطف الحوض ده احنا مركبينه لك الكوارتز ده من كام؟ 2 ولا 1.5 سنة؟ لا دخلنا في سنتين اهو. 2 حاجه زي كده او اقل شويه. او اقل. الحوض ده راكب من تحت. ايه رايك فيه في السنتين دول؟ لا ما شاء الله تسلم ايدك والله. يعني متين، لا ما بيريحش ولا يسرب ميه ولا يقع ولا حاجه، عشان الناس بتخاف من الحوض اللي تحت. لا انت عامله بامانه، تسلم ايدك، باحترافيه كمان، تسلم ايدك. الله يخليك زي الفل والله يا عم خالد. لا جميل والله، تحفه ومتركب حلو جدا ومش بيسرب ميه خالص نهائي نهائي نهائي. بقاله قد ايه عندك؟ لا 2 كمان. 1.5 سنة او ازيد، بين 1.5 سنة و2، اقل من 2 والله داخل على السنتين. احنا قربنا على السنتين بالظبط. كده تمام. لا جميل جميل بجد، مش بيسرب خالص يعني خالص نهائي يعني. والتقفيل زي الفل يعني. لا حق ربنا يعني، التقفيل جميل. لا بجد تسلم ايدك. تسلم ايديك يا شيخ والله، تسلم ايديك.